أعزائي أهلا مرحبا بكم. ألتقيكم في هذه الأمسية مع أسرة الاثنين، بدل من الزميلة العزيزة غادة أبو يوسف. وأسعد بهذا اللقاء معكم في إحدى اللحظات الحاسمة التي تتجدد وبوفرة على صفحة هذا الوطن في آونته الأخيرة، بداية بيوم عظيم في 25 من يناير، واستمرارا للعطاء المصري في يوم عظيم آخر تلا ذلك في 30 من يونيو، مدا وجذرا لكن حفاظا على ساحل وشاطئ الوطنية المصرية، رابضة عليه الهمة المصرية العالية والقامة المصرية الرفيعة التي تحمل الحضارة إلى عنان السماء لتصير مشعلا لغد جديد تصنعه مصر لذاتها حقا، لكن تنير به الدنيا كما أنارت لقرون ولعقود من الزمان طوال. أبدأ معكم ولنا حديث اليوم حول الشأن الراهن والأحداث والمتغيرات الجارية. أبدأ معكم بطائفة من أخبار تتعلق بلحظة راهنة تتغير في كل لحظة مستجداتها، فمعكم نلاحظ ونتابع من الأخبار التي جاءت عناوين للعديد من الأحاديث. انطلاق الماراثون الخاص بالانتخابات الرئاسية قريبا للغاية. أصبح الأمر وشيكا، وأصبح الأمر بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج من 15 إلى 18 من مايو الجاري، قبيل بدء العملية الانتخابية على أرض الوطن، وذلك بمعايير جديدة نقدرها تيسيرا على المصريين المقيمين بالخارج بدون قيد التسجيل أو القيد في لجنة بعينها، بمجرد حمل البطاقة الرقمية المميكنة أو جواز السفر المميكن للمصري في الخارج يستطيع أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية من 15 إلى 18 من شهر مايو الجاري. وأيضا لا زالت الحكومة المصرية تؤكد هذه النزاهة التي لمسناها وعهدناها فيها وفي أدائها حين أعلن أحد المحافظين تأييده لمرشح بعينه زميلا له ورفيق كفاح، فتقدم باستقالته من هذه الحكومة. وكذلك الحكومة تؤكد على لسان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنها تلتزم الحياد التام تجاه المترشحين، وأنها ستوفر الدعم اللازم للعملية الانتخابية بما يضمن توفير المناخ المناسب من الشفافية والنزاهة ليشهدوا المواطن المصري والعالم بأسره، وأن المواطن هو الذي تتجه إليه الحكومة حثا وطلبا بأداء واجبه وحقه الدستوري في المشاركة في الانتخاب في هذه الانتخابات الرئاسية. وأيضا يستمر المترشحان في إطلاق مشروعات البرامج الانتخابية التي يتقدمون بها للمواطن المصري طلبا لصوته ولدعمه ولتأييده لبناء مصر الجديدة. وخارج سياق الخبر لا نلمس اختلافا في البرنامج، فالاختلاف الحقيقي في آليات التطبيق. مطالب مصر والمصريين هي واضحة وبادية للعيان، وبدأت البرامج تتكشف تباعا أو أجزاء فأجزاء إلى المترشحين السيد حمدين صباحي والسيد المشير عبد الفتاح السيسي. وأيضا من أخبار الأقضية وساحات القضاء والمحاكم، كانت الجلسة الخاصة والمنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة تأجلت محاكمة أحمد دومة و268 آخرين في أحداث مجلس الوزراء أو الشهيرة بأحداث مجلس الوزراء لجلسة 29 من شهر مايو الجاري. وتمضي بنا الأخبار ولن تمضي بنا هذه الأحداث من الأخبار، لكن علي أن أنقل لكم مناشدة نقلها لي أكثر من شخص كريم. يتجه المواطن المصري الآن مع الغلاء
وصعوبة الحصول على السلع وبصفة خاصة السلع الغذائية لارتفاع الأسعار، فيتجهون إلى الساحة التي تفرضها الدولة، مجمعات الدولة الاستهلاكية، فلا يجدون تعاونا من العاملين بها ولا القائمين عليها، فيكاد الأمر يكون أن ذاك الموظف أو ذاك المدير أو ذاك القائم على خدمة الناس في المجمعات الاستهلاكية لا يرغب في العمل على الإطلاق. فكيف نطرح السلع المخفضة ونتركها بغير مؤتمن عليها؟ واقع يشكو منه الناس. أعزائي، سيكون لنا حديث بعد فقرة قصيرة نمضي إليها في متابعة من الزميلة ميادة أحمد لمجريات الحال فيما يتعلق بالمواطن والبرامج الانتخابية لمترشحين رئاسيين، السيد عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي. سنذهب إليها وننتظركم من بعدها في ما يشبه المناظرة، وأحافظ هنا على كلمة ما يشبه المناظرة، في ما بين برنامجين، فيما بين مترشحين للرئاسة يمثلهما السيد أمين خالد السيد المتحدث الرسمي بحملة المشير عبد الفتاح السيسي، حملة تحيا مصر، وفي المقابل الأستاذ إسلام الحضري المنسق الإعلامي لحملة السيد حمدين صباحي، وهو ممثل لهذه الحملة الأستاذ إسلام الحضري. سنبدأ هذه المناظرة أو شبه المناظرة في حديث السياسة والوطن والوطنية والانتخابات والمشاركة فيها، والتي هي الغاية العليا للمواطن المصري، بعد أن نتابع المواطن والبرامج الانتخابية لمترشحي الرئاسة والزميلة ميادة أحمد. وعودوا إلينا لنبدأ فيما يشبه مناظرة. مع بدء حملات الدعاية لمرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي، وانتشار حملات الدعاية في مختلف المحافظات بجانب عقد المؤتمرات والمسيرات واللقاءات التلفزيونية، تفاوتت ردود الأفعال في الشارع المصري. وحول هذا الموضوع كانت لنا هذه اللقاءات. بنتكلم ان احنا تابعنا الحملات الدعائيه لمرشح الرئاسه، سواء كان المشير السيسي او السيد حمدين صباحي. عايزه اعرف منك اهم القضايا اللي انت لمحتيها كل مرشح فيهم بيركز عليها. يعني انا لاحظت المشير السيسي ان هو مركز على حاجات كتيره جدا، زي ان هو عايز يخدم البلد من الاساس، يعني في كل حاجه. بالنسبه لحمدين بيبص للفقراء وبيبص للشباب يعني الخريجين يتعينوا ويشيل ديون الفلاحين والحاجات دي. المشير السيسي ركز على الامن والفوضى اللي في البلد، وعلى الاقتصاد، اتكلم على الاقتصاد كويس جدا، واتكلم على المشاكل اللي هي بنحس بيها، اللي هي الكهرباء وانقطاع الكهرباء، وازاي نعمل عمليه ترشيد في الاستهلاك. في اختياراتنا اختيار دوله، مش اختيار احاديث، اكتر منها اختيارات ناس اتكلمت، ولما اتكلمت فعلت، مش اكتر من ان هو كلام معسول او بيتقال بدون قواعد معرفه حقيقيه للشيء الغاطس في المجتمع المصري. بقى كمواطن مصري شايف ايه اهم القضايا اللي لازم كل مرشح فيهم يعني يركز عليها لانها بتمس المواطن المصري فعلا؟ الاقتصاد مهم جدا حقيقي، لان احنا لو عدلنا الاقتصاد حاجات كتيره جدا هتتعدل. الاقتصاد مهم جدا، يعني معظم الامم المتقدمه تبقى ده بؤره الاهتمام هو الاقتصاد. يعني الحياه الاقتصاديه اللي احنا ماشيين فيها دي، الغلاء، الحاجات دي كلها، توفير الكهرباء، الكلام ده كله، هي دي المواطن النهارده عايز الحاجات دي، اساسيات الحياه، المواصلات، الشباب لما يتخرج يشتغل يلاقي بعد كده سكن، يلاقي يعني حياته الانسان يعيش حياه عاديه كريمه. من القضايا الامن اولا، والعمل للشباب التعليم والعمل للشباب والامن والاستقرار. والله قضيتين، الامن القومي المصري وشباب مصر.
لا شك أن المناخ السياسي الحالي في مصر ينعم بروح من الديمقراطية ويؤكد على مدى وعي المواطن بأهمية دوره في تقرير مصير البلاد. ميادة أحمد، قناة الإسكندرية. أعزائي، أهلا مرحبا بكم. نبدأ في هذه اللحظة نتلمس مساحة الاختيار وألوان الطيف التي اتحدت كلها تعبير عن وطنية واحدة لا نختلف عليها بحال من الأحوال، امتدادا لتلك المساحة الوطنية التي نختار من خلالها في انتخابات رئاسية هي الأولى بعد ثورة في 30 من يونيو تالية لل25 من يناير. نختار ما بين السيد عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي. ولدينا اليوم ممثلان، ممثل عن كل منهما. نشرف بالأستاذ أيمن خالد السيد المتحدث باسم حملة السيد عبد الفتاح السيسي. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ أيمن. نشرف أيضا بالأستاذ إسلام الحضري المنسق الإعلامي لحملة السيد حمدين صباحي، ونشرف بكم. أهلا بك. بداية يعني وسأبدأ بترتيب الوصول إلى مبنى التلفزيون، يعني نتخذ هذا وسيلة إذا ما كانت ترضيكم، ونحن لا نتحدث عن مناظرة كاملة الأركان، كانت تحتاج منا ربما استعدادات أوفر من هذا، لكن فيما نحن فيه نسعى لتكون مساحة لمساحات عرض الوطنية المطروحة على المواطن المصري بوطنيته ليختار من بينها. نبدأ بالأستاذ أيمن السيد بداية قبل الحديث عن الحملة بذاتها أو الحديث عن برنامج بذاته. كيف ترى المشهد السياسي الراهن؟ أنا أرى أن مصر حاليا في عرس ديمقراطي، في بناء ديمقراطية جديدة اللي بناها المصريين، لأن المصريين دايما عايز تطلع منهم أفضل ما فيهم بيبان في ساعة الشدة والزنقة. الفترة اللي احنا فيها احنا بنبني ديمقراطية مصر الحديثة، زي ما مصر لها تاريخ من أيام الفراعنة لحد دلوقتي. احنا بنقول للمصريين دلوقتي انتم مسؤولين عن بناء مصر المستقبل. احنا بننهي فترة كلنا عانينا منها. الفترة اللي جاية دي المواطن زي ما غير في 25 زي ما غير في 30 بنقول له انت اللي هتغير في الايام اللي جاية مستقبل مصر. فاحنا بنعتبره عرس، لان انا دلوقتي لما اجي افاضل ما بين المشير السيسي وما بين حمدين صباحي، اظن يعني لا توجد مقارنة زي ما حصل في الفترة اللي فاتت. كنا بنقارن ما بين مرشح مش عايز اذكر اسماء ومرشح اخر، فكنا بنقول عصير الليمون. الاثنين بيعبروا عن توجه المصريين، وهما الاثنين يعلموا علم اليقين ان مصر حاليا تعود بتاريخها، لان احنا مصرين. احنا في مصر في بداية الخمسينات والستينات اتبنت، كان لها دور عالمي، دور افريقي، دور اسلامي. احنا قبل اي شيء خالص بنقول لازم مصر ترجع تاني لمكانتها الطبيعية. والحمد لله احنا مقتنعين تمام الاقتناع، وبننزل وبننزل من ضمن حملتنا في ورقة بنقول له انزل شارك غير. لم نأتي للحملة بعد، لكن رؤية عامة للمشهد السياسي وشيء مطمئن. ذات السؤال الأستاذ إسلام الحضري كمنسق إعلامي لحملة السيد حمدين صباحي، كيف ترى المشهد السياسي الراهن؟ المشهد السياسي المرة دي برضو مختلف عن الانتخابات اللي فاتت. المشهد المرة دي محسوم، مش محسوم لأحد الكفتين، بس محسوم ان الاختيار اسهل على المواطن. المواطن شايف ان هو ليه مطالب محددة، فهو بيشوفها في البرنامج الانتخابي لأحد المرشحين. هو بيتابع، يقدر يتابع دلوقتي ده المرشح ده بيتكلم والمرشح ده بيتكلم وده حملته بتتكلم، فيقدر هو يختار بسهولة، مش بين 11 مرشح زي المرة اللي فاتت، لا المرة دي 2 مرشحين بس. فالوضع المرة دي مختلف جدا. قلة العدد هي السبب؟ ان الاختيارات محدودة، وان الوضع واضح. الاختيارات واضحة، ان انا اشوف انا محتاج ايه من مين ومين هيقدر ينفذه لي بس. يعني بداية يعني تغلب فيها الحديث عن الحملات ربما أكثر من الحديث عن المشهد السياسي الراهن، لكن هي عماد المشهد السياسي الراهن وهي عنوانه في اللحظة الراهنة. أستاذ أيمن خالد السيد متحدث باسم حملة السيد عبد الفتاح السيسي، ما الذي ارتكز عليه البرنامج الخاص
المترشح للرئاسة السيد عبد الفتاح السيسي؟ المرشح عبد الفتاح السيسي اتحمل مسؤولية كبيرة. الظروف الراهنة فرضتها عليه. المصريين نفسهم كان لهم كلمة، وهو الراجل لبى أمر المصريين. يعني احنا دايما بنحب نقول ايه؟ لبيت أمر الشعب، قادر بإذن الله على بناء مصر كما نحب. الراجل حاطط في حسبانه المهمشين، الفقراء، المناطق العشوائية، الفلاحين، الصعايدة. هو حاطط المشاكل الأساسية اللي كانت بتتركن بقالها أكتر من 40 سنة. وهو يعلم علم اليقين ان هو ما معهوش العصا السحرية اللي هتغير إلا من خلال المصريين. ولذلك أنا برى ان هو البرنامج موضوع بعناية من خلال أساتذة جامعة متخصصين سواء كانوا عايشين في مصر أو في الخارج، حاطط تصور عام لأن هذه المشاريع قبل ما هتحل المشكلة الاقتصادية ومشاكل البطالة ومشاكل الإسكان، هي هتحل لنا مشاكل اجتماعية. احنا المجتمع المصري بنعاني من مشاكل اجتماعية أساسها اقتصادي، فوق منها التهميش اللي كان موجود في مصر. فطبعا أنا حبيت أتكلم عن البرنامج. طبعا هو بيرتكز على مشروعات قومية، مشروعات عملاقة، ويمكن دي بترجعنا لفترة الزعيم جمال عبد الناصر. لو احنا نتذكر ان في 67 كان العمل شغال في السد العالي، يعني رغم ان كان فيه حرب ولكن العمل كان شغال في السد العالي. احنا دلوقتي حاسين طبعا المشير واضع حاطط مشاريع كبيرة عملاقة تقدر تشد المصريين، سواء كان في قناة السويس، القناة اللي هي كانت بقالها معمولة زي ما تكون بوابة بتدفع رسوم وتعدي. لا طبعا احنا بنشوف النمور الاسيويه، هونج كونج، تايوان، سنغافوره، موقعها ملوش علاقه خالص بموقع مصر. اتحط في الحسبان وفي البرنامج ان قناه السويس هتكون بؤره اقتصاديه تغير من تاريخ مصر عالميا وافريقيا. محطوط من ضمن البرنامج مدن عمرانيه جديده، محطوط من ضمن البرنامج استصلاح اراضي، ومحطوط من ضمن البرنامج ان يكون في ظهير صحراوي لكل المحافظات، وهيبقى في اعاده هيكله لبعض المساحات بتاعه المحافظات عشان اقدر افتح تنميه لكل محافظه. من ضمن البرنامج حاجات كتيره، على سبيل المثال اعاده المصانع اللي اتخصخصت. احنا عندنا دلوقتي 8 مليون واحد بيعانوا من البطاله، ما هم دول سبب المشكله الاجتماعيه اللي احنا بنعاني منها، المخدرات والبلطجه. لازم يعاد هيكله المصانع اللي وقفت. فمحطوط من ضمن الخطه اعاده تشغيل هذه المصانع. من ضمن البرنامج ايضا سينا يبقى لها كيان خاص بيها عشان نحارب الارهاب ونبني التنميه. لان انت اللي احنا شايفينه في سينا، انا بصراحه عندي نوع من الفخر ان احنا كمصريين قدرنا ندخل الجيش المصري في سينا. احنا كنا ملتزمين بمعاهده انا بعتبرها الرباط اللي كان بيربط رقبه المصريين، معاهده السلام، لكن في وقت الجد في وقت الضروره دخل الجيش المصري عشان يحارب الارهاب. سينا لازم ترجع لحضن الوطن بالتنميه، معرفه مشاكل اهالي سينا، معرفه النقط البؤر الارهابيه اللي موجوده. هيتعمل لسينا وضع خاص بيها كمشاريع ويمكن كوزاره، تركيز على مناطق الصعيد، تركيز على مناطق الفلاحين، تركيز على مناطق العشوائيات. واحنا مثلا كحمله اما باجي انزل بعمل فعاليات، لو انت سالتني هقول لك عملت في كرموز، عملت في منظره قبلي، في العوايد، المناطق اللي هي العشوائيه، لان انا محتاج اسمع من الراجل البسيط وفي نفس الوقت احسسه ان انا متواجد، لان احنا بنقول ان هو امل الفقراء والمهمشين باذن الله. باذن الله. استاذ اسلام الحضري، بالتأكيد البرنامج الرئاسي للسيد حمدين صباحي كمترشح لرئاسة الجمهورية ارتكز هو الآخر على مفردات خاصة يتشارك فيها مع ذات البرنامج الخاص بالسيد عبد الفتاح السيسي أو يختلف فيها. كيف ترى هذه المرتكزات التي اعتمد عليها البرنامج؟ شعار البرنامج المرشح حمدين صباحي هو مصر نقدر نبنيها من جديد. بيعتمد على 3 ركائز أساسية، وهي كانت شعارات 25 يناير اللي هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هو بيتكلم عن ان لازم الفقير يكون ليه وجود، ولازم يكون ليه دور، ولازم يعرف يعيش حياة احسن من الحياة اللي هو عايشها، واللي هو خرج في 25 يناير علشان يلاقي احسن. فمش بعد 3 سنين هقدر اقول له لا ان الموضوع هيعود الى الأسوأ او انت لازم تصبر اكتر من كده. لا، هو المواطن
ما بقاش عنده القدره انه يصبر اكتر من كده، لان في حلول موجوده لكل القضايا اللي ممكن تشغل الشارع المصري. لو بتكلم عن الحلول العاجله للفقراء، ففي مشروعات كتير جدا ممكن تتعمل بسهوله جدا. مشروعات القطاع العام اللي توقف بسبب الفساد داخل القطاع العام، الخصخصه الفاسده اللي خصخصت مصانع كتير جدا اصبحت متوقفه ومحتاجه حاجات بسيطه جدا عشان يشتغلوا، عشان العمال دول يرجعوا يشتغلوا تاني. الشباب محتاجين فرص عمل كبيره جدا. كانت المشكله في المشروعات الصغيره في مصر ان هي كانت بتشتغل بعشوائيه او تخبط، فكان ياخد الشاب ياخد القرض فما يعرفش يسوق منتجه، فيبدا يحصل ان هو يبقى مدين للبنك، فالبنك يحجز على المشروع اللي هو اصلا ما كانش بياكله عيش يعني، فيبدا المشروع كله باظ وممكن هو يتحبس في النهايه. لا، حاطين خطه لاداره المشروعات الصغيره، حاطين خطه ازاي نجيب فلوس، ازاي البلد يبقى فيها فلوس. ازمه اقتصاديه، مش عايزين نرجع تاني نستلف من بره زي اللي حصل بعد 30/6 لان احنا كنا في ظروف اقتصاديه صعبه. لا، احنا عندنا حلول كتير جدا. النور جانب التمويل لسؤال خاص، يعني سيكون على التمويل يعني لا حاجه بس ان بس من حاجه بسيطه في التمويل، ان في ميزانيه في الميزانيه العامه للدوله. سنعود للتمويل في جزء خاص يعني لما في ملامح. انا شايف ان حمدين صباحي ركز جدا على الطبقه المهمشه. هو امبارح كان في دمنهور مع عمال كفر الدوار، وجاي الجمعه الجايه ان شاء الله اسكندريه، وكان مع وهو بدأ برنامجه الانتخابي وبدأ اعلان ترشحه من الصعيد المهمش. فهو حاطط خطه واضحه جدا لكل منطقه في مصر. جميل. يعني بالتاكيد هناك تشابه وهناك اختلاف في الحملات. ان السياسه الدوليه الخارجيه اتغيرت بعد 30 يونيو وكلنا نعلم هذا. صحيح. استاذ اسلام الحضري، ذات التوجه، هل الشعب الذي صدح بعيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، وأضاف فوقهم في 30 من يونيو الاستقلال الوطني كشعار واضح وبارز لهذه الثورة الشعبية، هل هو صنع البرنامج الحقيقي لأي مترشح خاصة السيد حمدين صباحي؟ يعني طبعا زي ما انت قلت ان هو الشعار، بس الفرق ان الشعب مش هيشتري سمك في مية. الشعب النهاردة يقدر يقارن، مش بس مين هيحل له مشاكله دلوقتي، لا وبعدين. القصه مش قصه مجرد هتافات، الموضوع مش موضوع شعارات، لا. البرنامج الانتخابي، المشروعات العاجله هو مجلد كده معمول في 81 صفحه بيتكلم عن كل مشروع يتخذ بيه قرار في اليوم الاول لدخول قصر الاتحاديه، مش بعد سنه او 2. انا بتكلم النهارده ان انا ازاي هوفر اللي في سنيني، مش زي مشروع النهضه 100 سنه. يعني لا داعي للجوء للسيره يعني واضح انك مقتضب في الكلام. انا بحاول اراعي ان حضرتك تاخد نفس مساحه الزمن، لكن واضح ان انت مختصر. ده شيء مريح جدا يعني. الموضوع مش كلام. الموضوع مش كلام. لو حضرتك عايزنا نعرض البرنامج فده مفيش مشكله عندنا، ولكن القصه ان النهارده مش مستنيين كلام. انا حمدين تقريبا بيطلع كل يوم في مؤتمر جماهيري بيكلم الناس. هو امبارح كان في دمنهور، بكره في الزقازيق، بعده في المنصوره، وبعد الجمعه في اسكندريه. فهو بيتكلم الناس كل يوم بشخصه، مش حملته. فالموضوع مش موضوع ان انا جاي اتكلم في التلفزيون. جميل اشكرك. استاذ ايمن، ببساطه شديده هناك اوجه انتقاد قد تلمست منها لحملتكم، كما أن هناك أوجه انتقاد أيضا لحملة المترشح حمدين صباحي فيما يتعلق بحملة السيد عبد الفتاح السيسي المترشح لرئاسة الجمهورية. هناك ربما انتقاد للحملة ذاتها في يعني الفعاليات غير متكافئة مع فعاليات الحملة الأخرى الخاصة بالسيد حمدين صباحي يعني، وهذا يوجه إليكم. ماشي. الأول أنا عايز أقول حاجة. الحب ده شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا ممكن أتصرف في أي حاجة، لكن في حاجة واحدة، حب الناس ده حب من عند ربنا سبحانه وتعالى. سيادة المشير قال كلمة يمكن هي بتحل الكلمة اللي أنت حضرتك قلتها. بيسألوه بيقولوا له مين حملتك؟ فقال لهم حملتي هي كل بيوت المصريين. دي أول حاجة. الحاجة التانية ان احنا لو جينا اتكلمنا عن الحملة الرسمية، ده في حملات شعبية ناس بتحبه. يعني انا حصل حضرتك لو انت في يوم من الايام مرشح لمركز
وكل الناس بتحبك وكل الناس عايزه تعمل لك حملات، هتقول لهم لا؟ لكن بالنسبه للحمله الرسميه انا برضو عايز اتك على نقطه مهمه جدا، هو الراجل اعلنها صريحه ولا تقبل الجدل، لا عوده لا للفلول ولا للاخوان، عشان نكونوا ايه صراحه والموضوع منتهي. طيب كون ان في حد عاوز يشارك، لان دي برضو من ضمن المسؤوليات اللي هتبقى ملقاه على عاتقه. انا مش هستنى طول عمري في مرحله تخبطات، اكيد هيجي في يوم من الايام في وقت فيه مصالحه، ولكن مصالحه بشروط المصريين مش بشروط حد، ما حدش هيفرض علينا شروط، بشروط الشعب المصري. هذا حديث عن نظام سابق ام سابق واسبق؟ بالظبط. يعني انا عايز اقول في ناس بتحاول طبعا، انا عايز اقول حاجه، ما هو زي ما في اساءه او ان هم بيحاولوا ينتقدوا مرشح السيد عبد الفتاح السيسي، على فكره بينتقدوه ليه؟ لان افرض انت دلوقتي طالب مني حاجه، هو الراجل ما عندوش حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى واراده الشعب المصري. هو يمكن اعلنها اكتر من مره، ما عندهوش غير ربنا سبحانه وتعالى واراده المصريين. فبالتالي حته ان فيه حملات، احنا بقى كحمله رسميه، تسالني انا بقى كحمله رسميه وكفعاليات، منذ بدء الحمله كل فعالياتي تمت في مناطق شعبيه وعشوائيه. بداتها بكرموز، ويمكن بسبب كرموز واحد من المواطنين السكندريين الشرفاء لما كان واقف معانا في الفعاليه، جم الاخوان بعد كده كسروا له المكان بتاعه ضربوه في كرموز، الحاج ناصر، عشان الراجل بيشغل اغاني وطنيه وحاطط صوره السيسي. بعد كده دخلت على المنظره قبلي، في وسطهم جيت عملت وقفه في سان ستيفانو. بعد كده نزلت العوايد والزوايده بالتحديد. اشمعنى؟ هي دي معقل الاخوان. وفوجئت بحاجه نفس الاعلام ينزل يشوفها. لا تتخيل كم الحب في المناطق الشعبيه في الزوايده لمصر وللسيسي. احنا نزلنا في قلبهم. مش عايز اقول لك انا كنت منبهر لدرجه ان انا قلت المفروض نركز، وبالتالي غربال. يبقى انا دوري كحمله التوعيه، توضيح البرنامج، نظره المشير السيسي للمستقبل، ايه الحاجات اللي هيحل بيها مشاكل المصريين، ولا انتظر الاخرين. بمعنى اذا كان هناك حملات شعبيه، يمكن في كذا واحد من اخواتنا الصحفيين سالوني قبل بدايه الحملتين، الحمله دي هتكون ايه؟ هل هي هتبقى حمله واحده؟ طب هل الحملات الموجوده دي هتبقى موجوده؟ ما ينفعش حضرتك تلغي ناس بتحب شخص ايا كان، هو حر، هو مصري، هيدخل يحط صوته، يبقى هو من حقه يعبر عن حبه لمرشحه كيفما شاء. لكن اللي يسأل الحمله الرسميه احنا بنتعامل من منطلق اهداف ثوره 25 و30. وانا في بدايه كلامي قلت هو اول من قبل مبادره مستقبل مصر الساعه 2 الظهر، والاستاذ حمدين عمري ما هنساها، لان الاستاذ حمدين كان في نفس اليوم في مركز اعداد القاده، كان في اجتماع بالليل وقابلها الساعه 6:30. يبقى اذا بالنسبه للمرشح ده حب بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، من يؤيد له ان يؤيد كيفما شاء. جميل. بالنسبة لحملة سيد حمدين صباحي، أستاذ إسلام الحضري المنسق الإعلامي للحملة، أيضا هناك وجوه للنقد تتحدث، وربما يعني في كثير منها لا تطال السيد حمدين صباحي، إنما تطال الحملة في ذاتها في حماسة بعض القائمين عليها، يطالون ربما بمساحات حديث وتجريح، ربما فيما يخرجنا عن مناخ سعدنا به جدا أن هذه الحملة كتلك الحملة، بمعنى أن جولة الانتخاب في هذه المرة جولة وطنية خالصة نزهو بها جميعا. لكن هناك بعض الحماسات تخرج بنا عن نص المقبول. الأستاذ حمدين صباحي قبل بداية الحملة وفي مؤتمر إعلان الحملة حط ميثاق شرف يلتزم به كل المشاركين في الحملة اتجاه المرشح الآخر. مفيش أي شيء رسمي بيصدر من الحملة أو حتى من أعضائها تجاه المرشح الآخر. يعني قد تكون في بعض انتقادات وطنية أو سياسية نختلف أو نتفق فيها، يعني آراء شخصية، ولكن كموقف رسمي من الحملة مفيش أي انتقاد بيتم غير مطالبنا مثلا بوجود مناظر.
او مطالبنا ان احنا نكون نعرف البرنامج. انا برضو حقي قبل ما اكون في حمله حمدين صباحي، حقي كمواطن مصري ان انا اعرف حتى خطوط العامه. يعني نفترض ان مرشح عبد الفتاح السيسي هيصل الى الحكم بالانتخابات، انا بعد كده كمواطن بقى هبقى خلاص هسيب الحمله وهرجع كمواطن مصري، ابقى عارف ازاي ان انا هو صادق او كاذب، هو بيحقق حاجه من اللي وعدني بيها ولا مشروع نهضه. بس فهو مفيش حاجه، يعني انا مش هقول مفيش حاجه رسميه، لان لكن في بعض الخروجات عن النص ربما او عن هذا الاتفاق لم يقم بها السيد حمدين صباحي صحيح، لكن من يتقربون من الحمله او ربما هم في بدل حاجه. في محضر رسمي اتعمل في اسم شرطه العطارين لتعرض الحمله الرسميه لهجوم من بعض انصار المرشح الاخر، مش في الحمله الرسميه. وده مثبت في محضر رسمي كان حصل في محطه الرمل ده تقريبا من شهر، مع بدايه نزولنا الشارع حصل هجوم في الحمله الدعائيه او في جامعه التوكيلات. لا قبل جامعه التوكيلات. وفي في اثناء جامعه التوكيلات في محضر في اسم المنتزه اول برضو بتعدي على احد مندوبينا في فده مبرر لبعض الاقوال. لا بقول لك ده العكس. انت بتقول لي، بقول لك حضرتك مفيش ولا موقف واحد حضرتك تقدر يعني تقول لي عليه ان ده حصل تجاوزات من الحمله عندنا. فبقول لك ان في محضرين او اكثر من محضر يعني مثبتين في المحاضره الرسميه بتعدي اعضاء، لا بلاش اعضاء الحمله، انصار المرشح عبد الفتاح السيسي على حملته. انا عايز اقلق على الحته دي، انا عايز اقلق يعني كلمه الانصار فقط هي التي انا على الحته صدر الاستاذ ايمن على الحته دي بس. اولا اسلام اخ اذا ما كان لك حق تعليق سيكون لك. انا لا تحت امرك، تحت امرك. اسلام اخ، وكل شباب حمله حمدين اخواتنا واصحابنا، وبنقولها بمنتهى الحب. احنا في فتره بنبني فيها مصر. جميل. لكن حته اللي حصل، انا اتحدى لو كان في حد من حمله في المنتزه وفي كرموز، اتحدى اذا كان في حد في السيوف وفي محطه الرمل، ايا كان، اتحدى اذا كان في حد من الحمله الرسميه فكر حتى ان هو يعمل حاجه زي كده، استحاله. ولازم لازم نعرف في حاجه بقى، لازم انا عايز اوصلها للاسلام برضو. يعني ايه؟ احنا بننزل الشارع نتحرك ونتكلم مع الناس. في ناس بتحب السيسي بتعصب، في ناس بتحب حمدين بتعصب، في ناس بتحب ناس تانية بتعصب، تمام؟ ولكن هو الرد الفعل بقى المفروض. يعني انا مثلا في فعاليه من ضمن الفعاليات جه واحد شتم، فانا قلت له كلمتين اتنين. قلت له انت بتحب مصر بطريقتك وانا بحب مصر بطريقتي، انا عايز مصر احلى بلد وانت عايز مصر احلى بلد. اشكرك. جميل. نعتبر هذا التعقيب على ما ورد. يعني استراحه قصيره للغايه مع فاصل، ونعاود الحديث في وطنيه خالصه في ما يشبه المناظره ما بين برنامج وبرنامج، ما بين مترشح ومترشح، حديثا حول السيد عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي، متمثلا في السيد إسلام الحضري ممثلا لحملة السيد حمدين صباحي، والسيد أيمن خالد السيد ممثلا لحملة السيد عبد الفتاح السيسي. فاصل أعزائي ونعود. عايز تشاركنا؟ عايزة تشاركينا؟ شايف في نفسك مواصفات المذيع؟ شايفة في نفسك مواصفات المذيعة؟ عايز تكون مذيع في حلقة كاملة في رمضان؟ عايزة تكوني مذيعة في حلقة كاملة في رمضان؟ ابعت لنا فيديو ما يزيدش عن دقيقتين فيه اسمك ودراستك ورقم تليفونك وجملة بتقدمها كمذيع. السن من 19 ل 26. واحنا هنعمل شاب وفتاة هيشاركونا فيه. هنعمل تصويت، هنختار احسن 3 من 30 علشان يقدموا معانا حلقات العيد. مستنيين فيديوهاتكم عشان تشاركونا بتقديم حلقات برنامجنا حدوته شبابيه شهر رمضان. هتبعتوا لنا على tvalexandria@gmail.com او facebook/alexandria.tv.
والواد دياب اللي خلص صداع مع جماعه صينيين والناس اللي بيها في السوق بتقوله عشان يضربني. حسام وطاهر بيبيعوا بضاعتهم الاوروبي ارخص بكتير من بضاعتنا الصيني. الكلام ده حصل فعلا، والظاهر كده ان هم ناويين يضربوكم في السوق. انا هقول لكم تعملوا ايه. هموته بالبطيء واحده واحده. انت حامل من طاهر؟ بس انا الماما مش عايزاه يبقى جوزي طول عمري. الحقني يا حسام الحقني. انا هقتله يا سكن. اسمع ابن لا ابن لا وهعمل لك اللي انت عايزه. أهلا بكم أعزائي. عدنا سعيا لتحقيق هذه المساحة من عرض الرأي وذاك الرأي، اتفاقا حول الوطن واختلافا حول أدوات وآليات لتحقيق رغبة المصريين وصالح هذا الوطن. أستاذ أيمن خالد السيد، ممثلا لحملة السيد عبد الفتاح السيسي، نحن في لحظة يوجه فيها أيضا لوم ربما أشرتم له في مساحة الإجابة، من أن بعض هؤلاء الذين يقفون في مشهد التأييد للمترشح السيد عبد الفتاح السيسي هم ربما محسوبون على من ثار عليهم الشعب المصري بادئ ذي بدء في 25 من يناير. الأول الشعب المصري عمل ثورتين عظيمتين بهر بيهم العالم، واحنا كمصريين وقبل مننا المشير السيسي يعلم علم اليقين بان لا عودة مطلقة لما قبل 25 ولما قبل 30، يعني الموضوع ده منتهي خلاص. لكن المشكلة اللي احنا عشان نكونوا منطقيين فيها، اذا كان هناك في بعض القيادات المحسوبة على الحزب السابق، فالناس دي عندهم احساس بان هم قدام فتره محدده. عشان نكونوا منطقيين، الفتره دي كانت بتتمثل من قبل مرحله الرئاسه لحد انتهاء يوم اجراء الانتخابات الرئاسيه. هذه الفتره لو هم ما استغلوهاش كما يجب فهم لن يعودوا للساحه السياسيه. عشان نكونوا منطقيين. الحاجه الثانيه انهم عاوزين يعملوا اي حاجه بحيث ان يقولوا ان احنا موجودين. موضوع ان يبقى في حد افسد الحياه السياسيه في مصر على ما اعتقد، يعني المصريين مش هيسمحوا بهذا الكلام. لا يمكن المصريين هيسمحوا لمن افسد الحياه السياسيه ان هو يقول تاني المشهد. الناس دي ساعات في بعض الاحيان بتقوم بمواقف معينه وبالتالي هو مش بيساند السيسي، لا بالعكس، ده هو كده بيضر، وبالتالي بيدي للمنافس الاخر يقول زي ما رشح في مره من مرات الاستاذ حمدين ان في بعض القيادات الفلول محسوبه على الحمل. لا، انا اتحدى هذا الكلام. على الاقل في اسكندريه بلدي حملتنا معروفه ان هم ثوريين وناس معروفه، من سواء كانت الجبهه الشعبيه لثوره 30 يونيو، شباب نور عينينا، شباب وطنيين، احزاب. على فكره اللي ضم على المقر عندنا كلهم ناس وطنيين وكلهم ناس شرفاء، حتى مجموعه العمل الجماهيري اللي باشرف ان انا بشتغل فيها كلهم شباب، هم اللي جم اعلنوا هذا التطور. اما من يحاول ان هو يسيء للمشير السيسي او يحاول ان هو يقحم نفسه في حاجه بحيث ان هو يدي انطباع في الناحيه الثانيه انا موجود، لا، مش هنسمح بهذا الكلام. كل من افسد في الحياه السياسيه، والمشير السيسي كان صريح فيها، قال لا عوده للفلول، لا عوده للفلول او الاخوان. خلاص انتهت. هو الراجل قال كلمه واحنا يعني يمكن احنا كلنا بنشعر، لان احنا عنينا قوي 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 بصراحه من مراره ايه واحد يقول كلمه ويرجع فيها تاني. ده من النوعيه اللي هو ستريت لاين. هو قال كلمه ولذلك هو بالنسبه له ما عندوش فواتير يدفعها لحد. عشان اكون صريح مع حضرتك، بمعنى اذا كنت انت عايز تقدم حاجه لمصر بدون مقابل لمصر، اهلا وسهلا على راسنا من فوق. اذا كنت انت عايز تقدم مقابل
عشان تاخد المقابل بتاعه خلي لك المقابل بتاعك، احنا مش محتاجينه. يعني احنا مش محتاجينه اصلا. لو انت هتقدم بدل ما تحاول ان انت تظهر بصوره معينه بتحاول تسيء للراجل او تحاول ان انت تخلي للمنافس ان هو يقول فلان الفلاني اصل موجود كذا، لا يا عم، انت رجل اعمال، عايزين منك حاجه واحده، شوف اسكندريه عايزه ايه، اعمل حل مشكله لمواطن بسيط، شوف الناس الفقراء، قدم خدماتك للناس حبا يا عم في الحمله، هنقول لك شكرا، راعي الايتام. لكن هو الراجل ما عندوش فواتير هيدفعها لحد. جميل. حملة السيد المترشح للرئاسة حمدين صباحي يوجه إليها انتقاد هي الأخرى أنها تسعى لما يشبه شرخ فيما يتعلق بال25 من يناير وال30 من يونيو. أبدا خالص. حتى هاخد بس جملة قالها المرشح حمدين صباحي في مؤتمر بين أهالي دمنهور امبارح، قال إن 25 يناير و30 يونيو تساوي البرنامج الانتخابي لحمدين صباحي. فهو ده أكثر دليلا إن هو ما بنفصلش ما بين إحنا شاركنا في 25 يناير وشاركنا في 30/6 وشايفين إن الاثنين ثورة وموجة ثورية خرج فيها الشعب المصري يعبر عن إرادته. حتى أنت قلت ان اضفنا بعد 30/6 اضفنا الاستقلال، مطالب باستقلال وطني. فلا انا شايف ان ده مش حقيقي خالص ان احنا بنفصل بينهم وبين الاثنين. حتى مرشحنا في كل مؤتمر او برنامج بيؤكد ان هو شارك نفسه في الموجه الثوريه في ثوره 25 يناير وفي الموجه الثوريه في 30/6. هل هذا يجعلني اتساءل عن مدى مسؤولية السيد حمدين عن الحملة؟ لأن هذا الأداء بادي في بعض النماذج من حملاته. يعني بعض أعضاء الحملة أو من يتقربون إليها يحملون بعض الشعارات أكثر مما تحتمل. بص، مفيش فصل بين مرشحنا، احنا بنمثل مرشحنا، ومفيش شفتش حاجه رسميه بتفصل. ما انا ما اقدرش اقول ان فلان قال حاجه، انا ما اقدرش اقول حاسبه على اللي هو قاله، ولكن انا بقول كحمله رسميه احنا بنمثل مرشحنا، فاحنا بنمثل اراء مرشحنا شارك في كلا الموجتين الثورتين، وهو بيؤكد كل مؤتمر ان هو لا فصل بين 25 يناير و30/6. جميل. اسمحوا لي ان اطلب من كل ممثل مترشح رئاسي ان يوجه سؤالا يعني بسيط وإجابة لمدة دقيقتين من الطرف الآخر، وسنتبادل الأدوار. نبدأ منك أستاذ إسلام. يعني هقول لك انتوا كحملة هتعملوا ايه لو المشير عبد الفتاح السيسي لم ينفذ ما وعده؟ لو المشير عبد الفتاح السيسي لم ينفذ ما وعد بيه، احنا أول الناس هنقف وهنقول حضرتك وعدتنا بكذا وكذا، وهو الراجل ذات نفسه رد وقال انا مش هستنى، لو انا ما قدرتش انفذ انا مش هستنى ان المصريين يطلعوا للشارع. هو نفسه ذات نفسه لانه يعلم علم اليقين بان الحمل ثقيل، وان مستقبل مصر ما هوش لعبه، وان ده عوده للامه العربيه والدور الريادي. فهو الراجل اعلنها بصراحه، قال لك انا مش هنتظر لحد خروج الشعب او نزول الجيش. ده رده هو كمان. يعني اما بالنسبه لنا احنا كحمله، احنا عملنا ورقه وقلنا قبل بدايه الفعاليات كنا بنعمل وقفات بنقول عليها مطالب الحمله الرسميه من المشير عبد الفتاح السيسي، والورقه دي موجوده. مطالبنا اللي هم المطالب ال10. جميل. قبل ما نتجاوز الوقت، استاذ ايمن، سؤالك ل استاذ اسلام. استاذ اسلام للحمله تحديدا. لا انا ماشي كممثل بحكم ان انا واسلام محمد عبده وكل مجموعه حمله الاخ حمدين صباحي والمرشح حمدين صباحي، هو سؤال وعاوز اجابه. اتفضل. ايه رايك؟ اتفضل. ايه رايك لما الاستاذ حمدين صباحي هاجم المشير السيسي وقال عليه فاشل في بعض الجرايد؟ هل الكلام ده كحمله موافق عليه على طريقه الهجوم على المنافس؟ ده بس ده السؤال اللي انا بوجهه له. هو يعني انا هاكد ان احنا مفيش
هجوم على المنافس. زي ما انت قلت احنا بنتكلم في اليات تنفيذ احلام المصريين. احنا هو في لقاء التلفزيون الاخير ده حصل فعلا، في لقاء التلفزيون الاخير هو كان بيتكلم عن ما ترتب على اللقاء التلفزيوني للمشير عبد الفتاح السيسي، ان هو في اللقاء التلفزيوني ما قالش اي حلول جاده حقيقيه. يعني يمكن زميلي النهارده قال حاجات انا ما سمعتش من المشير السيسي نفسه. حتى من شويه كان المشير السيسي في لقاء عبر الانترنت مع اهالي في اسيوط تقريبا، كان برضه بيتكلم في نفس النقط اللي هي مفتوحه. انا كان نفسي حاجه اعرف احطها بعد كده حدود. فانا شايف ان هو كان نقطه الخلاف ما بين اللي اتكلم عنها مرشحي حمدين صباحي في لقاء التلفزيون الاخير اللي انت بتتكلم عنه، كان بيتكلم ان هو مش عايزين المصريين. لكن هل صدر هذا الوصف؟ لا هو كان بيتكلم على ان البشير السيسي في لقاء التلفزيوني مع الاعلاميين ابراهيم عيسى ولميس الحديدي ما تكلمش في حلول حقيقيه، يعني في حلول حقيقيه. وده ما أشير على صفحات الجرايد حتى بين المصريين في الشارع. يعني في حاجات قالها المشير السيسي اصبحت نقاط سخريه منه، واحنا لا نقبل حتى هنقبل هذا. احنا بنتكلم على حاجات فعلا. لو بكره المشير عبد الفتاح السيسي نجح في الانتخابات، انا امتى اقدر اقول له انت ما نفذتش؟ ما هو انا دلوقتي ما بقولش حاجه، فهتحسبني ازاي؟ فهو احنا ما حصلش ان في وصف او حاجه او هجوم متعمد. لا انا بعد حضرتك انا جاوبت على سؤالي بدغري بصراحه. انا سؤالي هل انت تقبل ان في بعض الاحيان الاستاذ حمدين يوجه اللوم او يوجه الفاظ معينه في بعض الصحف ضد، او ان هو يتهمه مثلا بان اجهزه الدوله بتعمل لصالحه، في حين ان الوضع ده لا غير واقعي وغير صحيح؟ انا عايز نعتبر ده سؤال تاني. لا والله هو سؤال تاني. لا اصل هو الاجابه بتاعت الاولانيه انا جاوبت على سؤالي صريح. لا نعتبر موجه هذا السؤال. هل اجهزه الدوله تدعم المترشح حمدين صباحي المرشح عبد الفتاح السيسي؟ نعتبر هذا هو السؤال. ماشي. انا مش شايف ان ده حاليا بشكل واضح. يعني انا ما شفتوش. انا ما اقدرش اقول كلام تسويقا لمرشحي. لا انا مش شايف ان ده حصل لحد تلك اللحظه، لحد اليوم اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. انا مش شايف لا ان في تدخل من اجهزه الدوله في العمليه الانتخابيه. مدام الاستاذ ايمن اتجه ليك بسؤال ثاني وليس لديه تعقيب، انتظر منك سؤال اخر لحمله السيد عبد الفتاح السيسي. لا انا عايز بس يعني اقول له ان انا دورت كتير جدا قبل ما كمصري على برنامج اللي انت بتتكلم عنه للمشير عبد الفتاح السيسي. انا ما شفتوش. طيب انا سمعت شخصيا من المشير عبد الفتاح السيسي في لقاء تلفزيوني لمده 4 ساعات ما قالش اي حاجه من حضرتك قلته ان هو ينفذه. طيب احنا نرجع الاعمال او مع الاعلاميين ونشوف المشاريع اللي طرحها. يعني حتى من ضمن المشاريع اللي اتعملت عليه، يعني كانت الجرايد اتكلمت عليه كتير جدا، مشروع الطاقه الشمسيه للساحل الشمالي، وان في خبراء مصريين هم اللي هيشاركوا في هذا المشروع لحل مشكله الكهرباء. اما المشاريع ديت في حاجه اسمها مشاريع محدده وموجوده وان شاء الله هتنفذ. وللعلم ان هو الراجل بيمشي بطريقه علميه جدا، ان هو بيستعين باصحاب الخبره والمعروفين سواء كانوا في داخل مصر او في خارج مصر. والكلام ده احنا مش هنقوله، احنا مش هنألفه. مش موضوع ان انا اعمل برنامج ورقه وانزل اوزعها للناس. انا احترم اسلام في حته برضو، يعني انا عشان اكون صريح، ان في ناس تقول لك انا ما اقدرش احكم على المرشح الا لما اشوف برنامجه. في ناس كده لازم نعرف ان في ناس عندها قدر كبير من الوعي. ولكن هذه المشاريع دي انا على درايه بيها من خلال الحمله المركزيه ومن خلال الكلام اللي هو وجهه سواء لرجال الاعمال او للعلماء اللي بره. قابل الدكتور فاروق الباز بالنسبه لمشروع ممر التنميه. في مشاريع محدده هتتعمل، لان هو اصاغ خلاص حاجات محدده لازم تتنفذ في مصر، مشاريع قوميه. لان احنا على فكره اللي هيطلع مصر، عشان نكون صراحه، احنا هدفنا من الثورتين ايه؟ عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه، استقلال وطني. الخمسه مربوطين ببعض. جميل. يعني تجاوزنا الوقت، لكن يعني فيما بقي لنا من وقت، استاذ اسلام الحضري ليس فقط كممثل لحملة السيد حمدين صباحي في هذا اللقاء وما يشبه المناظرة، وإنما كشاب مصري منخرط في العمل السياسي داعما لوطنه في أي صيغة كانت، إن كانت صيغة راية تأييد حمدين صباحي أو راية تأييد
عبد الفتاح السيسي، كيف ترى مستقبل هذا الوطن؟ مصر طالعه لقدام، ده ما فيهوش خلاف. الشعب المصري لن يقبل باي شكل من الاشكال، حتى لو حمدين صباحي نفسه طلع في يوم من الايام كاذب مع الشعب المصري، الشعب المصري عارف طريقه. الميادين موجوده، سواء كان بعد الانتخابات الرئاسيه نجح مرشحي حمدين صباحي او المرشح عبد الفتاح السيسي، الشعب عارف امتى هيقدر يقول له لا انت واخدنا في الطريق اللي احنا مش عايزين نروحه، انت كذاب او انت لازم ترحل النهارده. جميل. ذات السؤال في ذات الدقيقه للاستاذ ايمن خالد السيد كممثل لحمله السيد عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسه، كيف ترى مستقبل هذا الوطن؟ أرى مستقبل هذا الوطن مبشر بالخير، مبشر بإصرار المصريين على التغيير، شايف فيه نور جميل كده ربنا بعته لنا، ان احنا بدأنا نحس ان مصر بتاعتنا وان مصر كبيرة، مصر قد الدنيا وهتكون قد الدنيا. أرى ان المصريين مصرين على التغيير حتى لو كان فيه اختلاف او كل واحد ليه رأيه، لكن هم ليهم هدف واحد، ولذلك احنا بنقول لازم ننزل ولازم نغير عشان نبني. ولذلك انا لاحظتها كتير من الناس، في ناس كتير بتقول احنا مستعدين نجوع، مستعدين نتعرض لاي حاجه بس في مقابل حاجه ان مصر تتغير. وده اللي انا بشوفه في الشارع وبحسه من الناس الفقراء والبسطاء، ان عندهم امل في ربنا ان مصر تتغير. وزي ما مصر ربنا ذكرها في القران، انا متاكد باذن الله بان المستقبل اللي جاي لمصر هيبقى مستقبل مشرق يعيد لمصر كرامتها بالنسبه للعالم، وان الوضع الطبيعي اللي احنا المفروض اتعودنا عليه من مصر باذن الله. يعني في لحظه نكاد نختتم فيها هذه الجوله مما يشبه المناظره، لكن بقي لنا ربما ان ناخذ من كل طرف كلمه للمصريين، كلمه لعده ثوان. استاذ اسلام الحضري كممثل لحمله حمدين صباحي، كلمه تعبر بها عما انت فيه من مهمه وتعبر فيه عما انت فيه من لحظه للمصريين. مشاهد الكريم، انا اثق تمام الثقه في المصريين ان هم المره دي مش هيشتروا سمك في ميه. اثق تمام الثقه ان هم هيقدروا فعلا يختاروا، فعلا هم فعلا الشعب المصري بيقدر يفرق بين الكاذب واللي بيتكلم كلام حقيقي فعلا. انا اتمنى ان المصريين المره دي ما يختاروش بعاطفهم، يختاروا بجد اللي يقدروا يحاسبوه بعد كده. جميل. استاذ ايمن كممثل لحمله السيد عبد الفتاح السيسي، هذا هو المشاهد الكريم. انا بطالب من الشعب المصري، الشعب العظيم اللي بفخر بيه، احنا ملناش غير مصر، احنا كمصريين ملناش غير مصر. فارجو من المصريين زي ما هم عملوا الاعجاز اللي حصل، بطالب منه بقول له انزل شارك، غير، ابني بلدك. لان احنا كلنا كمصريين لازم نكون ايد واحده، ولازم نعرف ان احنا كمصريين حوالينا مخاطر كتير من بره، وان قوتنا كلها بتبدا من الداخل من جوه، في ان احنا نبني الديمقراطيه الجديده اللي احنا بنقول عليها، اللي احنا نتمناها، ان احنا نبدا بعد كده حتى لو في بعد كده في اختلافات بيننا نستوعب بعض، يبقى احنا عندنا هدف واحد ثابت، وهو ان مصر هي بلدنا، هي امنا، هي كياننا. فبقول للشعب المصري ارجو منك زي ما عودت العالم وعودتنا وبتفجر فينا كيانات بنشوفها كلنا، انزل شارك، غير، حط صوتك، قوله، المهم ما تبخلش بصوتك. جميل. في هذه المساحة من محاولة عرض وجهات النظر فيما يتعلق بمترشحين رئاسيين السيد عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي، أشهد لمن مثلوهما في هذا اللقاء بدماثة الخلق وبالقدرة على طرح الرأي وتقبل الانتقاد، شهادة أعتز بها، وأشكر للحملتين اختيار هذين العنصرين فيما بينهما لما لمسته، وأظن المشاهد الكريم يشاركني في دماسة الخلق وإمكانية عرض وتقبل الرأي.
أعزائي خالص الشكر والتحية للسيد الأستاذ أيمن خالد السيد المتحدث باسم حملة السيد عبد الفتاح السيسي المترشح لرئاسة الجمهورية. شكرا لك أستاذ أيمن، شرفنا بك. كذلك خالص الشكر والتحية للأستاذ إسلام الحضري المنسق الإعلامي لحملة السيد حمدين صباحي. شرفت بك كثيرا وأشكرك وأحييك. عزيزي المشاهد الكريم، هل تمكنا من الاختيار؟ أعزائي، إن ذاك الرئيس أو ذاك الأمير الذي ننتظره على ساحة هذا الوطن لننظر إليه ليس فقط اليوم، وإنما ننظر إليه الغد وبعد الغد، وحين يتم مهمته في خدمة هذا الوطن كما يعاجلنا الشعر العربي بحكمته البالغة: الأمير إن الأمير هو الذي يغدو أميرا يوم عزله، إن زال عنه سلطان الولاية لا يزول سلطان فضله. أعزائي، بالفضل التقينا وعلى الفضل نودعكم. دمتم ودامت مصر عزيزة كريمة بكم أعزائي. السلام عليكم.